مش كل روماتويد سلبي يا جماعه روماتويد صدفي، رجاء. كتير قوي من المرضى بيجولي يقولوا لي انا اتشخصت ان انا عندي روماتويد صدفي نتيجه ان انا الروماتويد بتاعي سلبي. النهارده هنتكلم على ايه الفرق ما بين روماتويد سلبي وروماتويد صدفي. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. الروماتويد السلبي يعني لما اعمل تحليل السي سي بي والروماتويد فاكتور يطلعوا سلبيين، ده موجود تقريبا في نص المرضى بتوع الروماتويد الحديثي التشخيص، وبالتالي ده موجود في 50% من المرضى. 20% ل 30% منهم دول بقى مع الوقت بيبدأ يظهر نوع الروماتويد السلبي اللي موجود، فممكن يظهر صدفية فيبقى اسمه روماتويد صدفي، ممكن يظهر تقرح في القولون فيبقى اسمه روماتويد تقرح في القولون، ممكن يحصل ألم في الظهر فيبقى اسمه تيبس فقاري لاصق، ممكن يحصل التهاب قزحي في العين فيبقى اسمه روماتويد التهاب قزحي في العين، وهكذا. إنما مش كل المرضى، تقريبا غالبية المرضى 70% بيفضلوا روماتويد برضو على فكرة. وبالتالي ده مهم ليه؟ لان لو قلنا ان كل روماتويد سلبي روماتويد صدفي، في ادويه بتشتغل في الروماتويد الصدفي ما بتشتغلش خالص في الروماتويد السلبي، وبالتالي يبقى احنا بنشخص غلط وبندي دواء غلط، وممكن الادويه دي كمان تبقى بيولوجيه وغاليه. فالروماتويد السلبي هو نوع من انواع الروماتويد. نسبه من المرضى ممكن يتقلب روماتويد صدفي مع الوقت، ممكن، لكن غالبيه المرضى على فكره بيبقى عندهم اصلا الصدفيه موجوده، يا اما عندهم 70% من الحالات او حد في العيلة تاني عنده صدفية، عشان كده احنا بنسأل على الكلام ده. فمش كل روماتويد سلبي روماتويد صدفي، الا لو واخد الشكل الاساسي بتاع الروماتويد الصدفي اللي هو ايه بقى؟ المفاصل دي متاخده، المفاصل العقل الاخيره زي ما قلنا قبل كده، الناحيتين مش زي بعض، لا في صباع كبير تخين وعامل زي السجق موجود، الاوتار كلها ملتهبه، اللي هو الشكل الكلاسيكي للروماتويد الصدفي. ساعتها ممكن جدا نقول ده روماتويد صدفي من غير ما يبقى في تاريخ في العيله او يكون في مشاكل في الجلد. دي حاجه مهمه جدا علشان تحديد نوع العلاج. ودمتم سالمين.